السلام عليكم وأهلا بكم في نشرة جديدة من قناة السعودية اليوم. قرر الملك سلمان الإطاحة بنجله وولي عهده الأمير محمد من الإشراف على ملفات سياسية حساسة. وذكر موقع تاكتيكال ريبورت الأمريكي الاستخباراتي أن الملك سلمان أعاد توزيع ملفات الحكم مع الأمير محمد، بحيث يكون هو مسؤولا بشكل مباشر عن عدة ملفات إقليمية استراتيجية، منها تطبيع العلاقات مع إسرائيل وعلاقات السعودية مع إيران والأزمة الخليجية ومساعي التوصل إلى تسوية سياسية في اليمن، على أن يتولى ولي العهد السعودي مباشرة مسؤولية الاستثمارات المالية والاقتصادية والسياحية، وكذلك الملفات المتعلقة بالشؤون العسكرية والصناعة الدفاعية وصفقات الأسلحة وأمن الخليج، والإشراف المباشر على جميع الأمور المتعلقة بالحرب ضد الحوثيين في اليمن. وفي هذا الإطار أبلغ الملك سلمان وزير خارجيته الأمير فيصل بن فرحان بأن جميع الاتصالات المتعلقة بالملفات سالفة الذكر وخاصة التطبيع مع إسرائيل يجب أن تحال مباشرة إلى الديوان الملكي، بما في ذلك اتصالات الوزير مع المسؤولين الأمريكيين بهذا الشأن. وكانت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية كشفت في 18 سبتمبر أيلول الماضي عن وجود خلافات حادة تعصف بالأسرة الحاكمة في السعودية حول مسألة التطبيع مع إسرائيل. ووفقا للصحيفة الأمريكية فإن الملك سلمان يعارض التطبيع مع إسرائيل في الوقت الحالي، بينما نجله الأمير محمد أعرب عن رغبته في انفتاح غير عادي تجاه دولة الاحتلال. وأضافت الصحيفة أن الملك سلمان تفاجأ باتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي الشهر الماضي وشعر بالذهول، لا سيما أن الإماراتيين لم يضغطوا على الإسرائيليين لمنح الفلسطينيين أي حقوق. وأوضحت الصحيفة أن الملك سلمان لطالما أيد لسنوات عديدة مقاطعة إسرائيل والمطالبة بدولة فلسطينية مستقلة، إلا أن ابن سلمان يريد إقامة علاقات تجارية مع إسرائيل وإنشاء جبهة موحدة ضد إيران وتجاوز الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لأنه نزاع صعب. وبرغم تلميحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تزال السعودية متمسكة بموقفها التي تصفه بالثابت تجاه الصراع، إذ تضع شرط حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية من أجل تطبيع العلاقات مع الجانب الإسرائيلي. وجه المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن تهديدات جديدة إلى السعودية في حال فوزه بانتخابات الرئاسة القادمة. وقال المرشح الديمقراطي في البيان الذي نشره عبر موقعه الرسمي إن إدارته ستعيد تقييم العلاقات الأمريكية مع السعودية وستنهي دعم واشنطن للحرب في اليمن، ولن تساوم على قيمها بهدف بيع الأسلحة أو شراء النفط. وتأتي تصريحات بايدن بالتزامن مع الذكرى السنوية الثانية لحادثة اغتيال خاشقجي الذي قتل في 2 أكتوبر تشرين الأول عام 2018 داخل القنصلية السعودية بمدينة اسطنبول في قضية هزت الرأي العام الدولي. وأضاف بايدن: قبل عامين أقدم عملاء سعوديون بما يعتقد أنه توجيه من ولي العهد محمد بن سلمان على قتل وتقطيع الصحفي السعودي المنشق والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية جمال خاشقجي. وأردف قائلا عن خاشقجي: تهمته التي دفع حياته ثمنا لها كانت أنه انتقد سياسات حكومة بلاده، مشددا على أن موت خاشقجي لن يمر عبثا وفقا لشبكات CNN الأمريكية. وأكد بايدن التزام أمريكا تجاه القيم الديمقراطية وحقوق الإنسان سيكون أولوية حتى مع أقرب شركائنا على الصعيد الأمني. وأضاف: سأدافع عن حقوق الناشطين والمنشقين السياسيين والصحفيين حول العالم ليقولوا ما يفكروا به دون خوف من المحاسبة والعنف. وكانت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي وافقت على مشروع قانون يقضي بحماية المعارضين السعوديين. وقال عضو الكونغرس الأمريكي جيري كونولي الخميس الفائت إن القانون الجديد يهدف لمحاسبة السعودية على قتل جمال خاشقجي ومنع الاعتداءات المتكررة للمملكة ضد منتقديها. وكانت النيابة العامة السعودية أعلنت في 7 سبتمبر أيلول الجاري إغلاق قضية مقتل جمال خاشقجي بشقيها العام والخاص وصدور أحكام نهائية بحق 8 أشخاص مدانين فيها. وأصدرت النيابة العامة عقوبات بالسجن 20 عاما على 5 متهمين وعقوبات بالسجن بين 7 و10 سنوات على 3 متهمين. اتخذ أمير الكويت الجديد الشيخ نواف الأحمد الصباح قرارا هو الأول تجاه السعودية بعد توليه الحكم عقب وفاة أخيه الشيخ صباح الأحمد يوم الثلاثاء الماضي. وقالت وسائل إعلام كويتية إن وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الصحة فتحت منفذ السالمي لدخول المواطنين الكويتيين القادمين من السعودية
حيث كان يسمح لهم في السابق بالدخول من منفذ النويصب فقط، الأمر الذي تسبب في ازدحام كبير. وقال مصدر أمني إن مدير عام أمن المنافذ الكويتية العميد إياد الحداد أشرف على فتح المنفذ وأعطى توجيهاته بتسهيل دخول المواطنين عبر المنفذ وخروجهم أيضا. وأشار إلى أن فترة الدخول من 9 صباحا وحتى 12 ظهرا، وذلك حسب توجيهات السلطات الصحية ولأخذ الفحوص الخاصة بفيروس كورونا. وأكد المصدر أن المنفذين الحدوديين السالمي والنويصب باتا الآن مفتوحين أمام حركة الكويتيين، موضحا أن إعادة فتح منفذ السالمي خفف الضغط على منفذ النويصب. وكانت السلطات السعودية فتحت منافذها البرية مع كل من الكويت والبحرين لعودة المواطنين وعائلاتهم دون التقديم والحصول على تصريح مسبق، وهذا الإجراء وقتها هو الأول من نوعه منذ ظهور جائحة كورونا في الخليج وإغلاق الحدود بين دول مجلس التعاون الخليجي ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي الفيروس. وكان الشيخ نواف الأحمد أدى القسم أمام مجلس الأمة الكويتي الأربعاء الماضي أميرا للبلاد خلفا لشقيقه الراحل الشيخ صباح الأحمد الصباح. بث التلفزيون الرسمي في الكويت خبرا قد يحدث أزمة كبرى بين السلطات السعودية والكويتية، لا سيما في بداية العهد الجديد للأمير نواف الأحمد الجابر الصباح. ونشر التلفزيون الكويتي ووكالة الأنباء الرسمية كون تهنئة من وزير الخارجية في حكومة الحوثي غير المعترف بها هشام شرف يهنئ فيه أمير الكويت الجديد. وتتضمن تهنئة الحوثيين لأمير البلاد الجديد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح بمناسبة توليه البلاد، وهو ما جاء كخطأ نتيجة لما يتبعه الحوثيون من محاولة مجاراة البروتوكولات الرسمية. وكشفت مصادر كويتية أن حكومة الكويت قدمت اعتذارا لحكومة عبد ربه منصور هادي والسعودية على نشر الخبر المخالف لسياساتها، وأنه عن طريق الخطأ، ووعدت الجانب اليمني بالتحقيق. جدير بالذكر أنه منذ أيام قضت محكمة في صنعاء تديرها حكومة الحوثي بإعدام الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان والرئيس الأمريكي دونالد ترامب. أعلن الدفاع المدني السعودي سقوط مقذوف أطلقته جماعة أنصار الله الحوثيين على إحدى قرى منطقة جازان، الأمر الذي تسبب في تضرر مركبة أحد المواطنين. ونقلت وكالة الأنباء السعودية واس عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بالمنطقة العقيد محمد بن يحيى الغامدي قوله إن الدفاع المدني تلقى بلاغا عن سقوط مقذوف عسكري أطلقته عناصر الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية تجاه إحدى القرى الحدودية في محافظة العارضة بمنطقة جازان. وأوضح المتحدث الإعلامي أن المقذوف تسبب في تأثر مركبة أحد المواطنين بسبب تطاير الشظايا ولم يحدث أي إصابات. وأشار الغامدي إلى أن الدفاع المدني باشر تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات. وتقود السعودية منذ مارس آذار 2015 ما تسميه تحالفا عسكريا من دول عربية وإسلامية في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في شمال وغرب اليمن سيطرت عليها جماعة الحوثيين أواخر 2014. وبالمقابل تنفذ جماعة أنصار الله هجمات بطائرات بدون طيار وصواريخ باليستية وقوارب مفخخة تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن وداخل أراضي السعودية.